السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده بفيديو جديد بسيط كده وسهل وسريع جدا، هينفع قوي في ليالي رمضان وهيبقى على سفرتك كده، هيشرفك. بصوا، بلفة جلاش واحدة عملنا الاشكال الجميلة دي، اشكال بسيطة كده وسريعة بكل احترافية كده، هتعمليها وانت مغمضة عينيكي. عملنا كمان حشوة بالبلح، يعني من لفة جلاش بس عملنا حشوة بالبلح وحشوة بالمكسرات وأشكال حلوة وجميلة. لأول مرة هتشوفيها معايا على اليوتيوب، اتفرجي عليها وشوفي جمالها وحلاوتها. ولو عجبتك وصفة النهاردة اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة أنا بنزلها على القناة. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبتدي وصفتنا. اول حاجه اعملها الشربات، احط كوبايه من الميه وكوبايه عليها من السكر، تمام، ومعلقه عسل جلوكوز. معلقه العسل الجلوكوز دي يا جماعه بقى بتودي الشربات في حته تانية، ما بتخلوش يسكر خالص. ودي ذره بسيطه خالص من ملح الليمون. ممكن لو ما عندكيش ملح ليمون بتحطي نص ليمونه. تمام، بقلبهم تقليبه كده واحده بس على الهادي، وبحطها على نار هاديه. تمام، عشان انا عامله كميه صغيره. تمام، خلي بالك العين البوتاجاز اللي بتحطي عليها الشربات هي دي اللي بتفرق جدا في الشربات على فكرة، ودي لأول مرة معلومة هتعرفيها. تمام، اما بيكون الحلة بتاعتك صغيرة تحطيها على عين صغيرة، الحلة بتاعتك كبيرة حطيها على عين كبيرة، تمام، عشان الحروف ما تتحرقش ويبتدي السكر يتكرمل من على الحروف. تمام، الشربات اول ما يبتدي يغلي بيطلع فقاعات كده بتبقى على الحروف. لو النار بتاعتك عاليه، تمام، او العين اللي انت حاطه عليها الشربات مش مناسبه، بيبتدي يتحرق من على الحروف كده، وده اللي بيخليه برضو عامل من اعمال ان هو يخليه يسكر. خلاص، هنا كده جبنا لفه الجلاش بتاعتنا وقطعناها شرايط زي ما انتم شايفين كده على 4 قطع. تمام، بتديني كده شكل السمبوسه. خلاص بقى بحطهم في الفوطه كده والفهم في الفوطه، ودي اهم حاجه برضه عشان الجلاش بتاعي قبل ما بشتغل فيه ما ينشفش. جبت الكسرونه بتاعتي او اي حاجه هتحطيها على النار، حطيت فيها 4 قطع بمقام 4 مكعبات من 4 معالق من السمنه او الزبده. تمام، وربع كوبايه من الزيت، بس اهم حاجه الزيت يكون نوع نضيف. ودي معلقه من القشطه بتاعت وش اللبن، او علبه قشطه من بره الجاهزه. تمام، للجلاش وبتخليه طري. هنا بقى هعمل حشوه التمر. حشوة التمر بقى، الجلاش بالتمر يا جماعة النهاردة كان مخليه في حتة تانية، كان طعمه جميل جدا جدا جدا. جربوه كده، حاجة جديدة كده وفي نفس الوقت مغذية. هجيب هنا أول ورقة من الجلاش، تمام، وبدهنها بالسمنة، وادهن الورقة اللي تحتيها سمنة. أنا عملت هنا جزء بورقتين اتنين، وجزء عملته ب3 ورقات. اللي ب3 ورقات بيبقى قيم كده وليه قوام. تمام، لكن اللي هو بورقتين زي كده، زي الورقتين دول كده، بيبقى يعني خفيف شوية. خلاص، جبت الصينية بتاعتي ودهنتها مادة دهنية، شوية زيت أو سمنة عادي بالفرشة، وهحط عليها الجلاش، بس حاجة بسيطة خالص لأن الجلاش بينزل برضو السمنة اللي فيه. خلاص كده بجيب الجلاش واعمله كده زي السمبوسة بالظبط. شايفين اللفة بتاعتي عاملة ازاي؟ هنا بصوا بفرد البلح كده، بفتح البلح نصين، تمام، عشان تبقى متساوية كده جوه جوه الرقاقة بتاعتي او جوه المثلث اللي انا عاملاه. بصوا بجيب ورقة كده وادهنها، اهم حاجة تدهني الطبقات كلها. ما ينفعش ابدا تقولي احط الطبقتين ومش هدهنهم حاجة، لا، بيبقى مجرمس وناشف. تمام، لان كده كده لما بتبتدي تحطي السمنة عليه من على الوش، الجلاش بتاعك ما بيوصلش السمنة، ما بتوصلش للجلاش كله وللورقات كلها. تمام، يعني السمنة ما بتوصلش لكل الورق بتاع الجلاش زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بحط ورقة ورقة كده وبدهن كل ورقة بالفرشة. الفرشة يا جماعة بتديكي بتخلي الدهان بتاع السمنة او المادة الدهنية اللي انت بتدهنيها بيبقى بسيط كده وهادي. تمام، على عكس قوي لما ابدا لما بتعملي بالمعلقة. بحط ورقتين كده بدهن كل ورقة والتانية دهنة بسيطة جدا من المادة الدهنية. خلاص كده ممكن تعملي زبدة، تعملي سمنة بلدي على زيت، مفيش مشكلة. بصوا عملتها معاكم كذا مرة عشان تشوفوا بس انا عملت ايه. ولو في ورقة متكسرة كده حطيها عادي في النص، مش هيجرى لها اي حاجة ومش هتبان. بصوا كده حطيت ال3 ورقات. هوريكم دلوقتي اللي هي ال3 طبقات بتبقى احلى بكتير. فتحت البلح كده، ايوه، بخليه يثبت طول كده زي ما انتوا شفتوا. بصوا اللفة بتاعته سهلة جدا زي السمبوسة بالظبط. خلاص كده، بصوا بقى هنا بجيب بقى ده شكل تاني. بجيب الورقة بتاعتي واقطعها
بصوا مربعات كده صغيرة جدا. ده بقى الشكل التاني. بصوا بخلي كل طبقة كده فيها حوالي 7 ورقات كده من الجلاش. بصوا عملتهم كده، فردتهم مرة واحدة، وعندي هنا شوية من المكسرات، اي نوع مكسرات عندك مش هتفرق زي ما تحبي. وحطيت المكسرات وزعتها عليهم كده بالشكل ده، واحط عليهم السمنة، وابتدي بقى اتنيها كده واقفلها واعملها على شكل الوردة. دي شكل الجلاش كده اللي بنشوفه في المحلات. تمام، الشكل ده بيبقى حلو جدا، وبيبقى نوعه كده غالي. بصوا بكل سهولة، بس اهم حاجة تحطي عليها السمنة وتقفليها كده بالسمنة. واول ما تحطيهم في الصينية تحطيهم جنب بعض. اول ما تحطوا في الصينية بتحط جنب بعض كده، بتلزقوا جنب بعض كده عشان ما يتفتحوش. بصوا ده كده شكل تالت. اهم حاجة بدهن الورقات كلها، وبدهن على الحرف عشان السمنة تلزقهم في بعض. بصوا ده شكل كده بعمله، بدهن الورقات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وبحط بقفلها بس شكل مثلث اهو. بصوا شكل تاني خالص، وبيطلع مورق وطعمه حلو قوي. وكده كده برضو الحشو مش بتطلع منه، ما تقلقوش خالص. بصوا كده بعد ما خلصتهم شكلهم تحفة من الجمال. ما شاء الله، عملت كذا شكل وكذا نوع بالمكسرات وبالبلح، كان تحفة من الجمال. حلو جدا جدا جدا. جربوا كده اللي بالبلح، والمكسرات برضو عطيه طعم حلو قوي ومخليه في حتة تانية. بصوا دول بقى بقفلهم كده كويس. بصوا بقربهم كده على بعض، بخليهم بس عشان لما يخشوا الفرن بيتفتحوا. تمام. فلما يكون حاجه صدهم كده من على الجنب، جلاشيه كده صدهم من على الجنب، ما يتفتحوش قوي زيادة عن اللازم. كده دخلتهم الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. اول لما ابتدى ياخد معايا لون هديت عليه النار خالص. تمام. عشان لو ما عندكيش شوايه، الفرن بتاعي ما فيهوش شوايه. تمام. الوش بتاعه هيتصفر كده، ما شغلتش الشوايه عليه. زي ما انتوا شايفين كده عطى لون القمر ده. بصوا بقى ما شاء الله، لو وصلتوا لحد هنا بالفيديو، انا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناه وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده انا بنزلها على القناه. بصوا الشربات بتاعنا شربات وسط كده حلو جدا. الشربات بتاعنا النهارده ما قعدش 10 دقايق على النار، 10 دقايق بالظبط وتطفي عليه. شربات الجلاش يا جماعه، اي جلاش تمام معاكي بتعمليه، الشربات بتاعه بيبقى شربات وسط. لفه الجلاش بتاخد كوبايه سكر بس، وكمان فرض منها. خلاص، معلقه عسل الجلوكوز اللي بتحطيها للشربات بتوديه في حته تانية، ما بتخلوش يسكر ابدا ابدا ابدا. فيديو النهارده كان حلو جدا يا جماعه، هينفعك جدا في رمضان، في ليالي رمضان هيشرفك في اي سفره تعمليها. وصفه سريعه جدا. الجلاش في معلومه النهارده، الجلاش اي جلاش بتعمليه، واي أي حلويات شرقيه بتعمليها، لما بتقعد تبات عندك لتاني يوم بتبقى تحفه من الجمال، بتبقى احسن من اول يوم. بصوا بقى الشكل كده تحفه تحفه تحفه. لو حطيتيه في اي سفره، قدمتيه لاي حد، خدتيه في علبه شيك كده وقدمتيه لاي حد وانت رايحه لاي زياره، تفطري بره عند اي معزومه في اي مكان، هيشرفك جدا، مش هتعرف ابدا ان هو ده انت عاملاه في البيت. بصوا الشكل جاهز يعني، بيتكلم عن نفسه، كان تحفه تحفه تحفه. جربوه. واسيب لكم فيديوهين على في اخر الفيديو، فيديوهين على الشاشه كده هتلاقوهم، اتفرجوا عليهم وقولوا لي ايه رايكم فيهم. هسيب لكم وصفات الجلاش اللي انا عاملاها. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ بصراحه اول ما بتعملي حاجه حلوه بتفرحي بيها قوي، وبتطلع جميله وطعمها اجمل كمان. ولو عملتيه كمان بالسمنه البلدي بيبقى تحفه من الجمال. قمر قمر قمر. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ ما شاء الله. والسلام عليكم بفيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.